اهدي. هي دي بتنصب الفاعل، اما بتنصب الفاعل من دلوقتي، امال لما تكبر هتنصب على مين؟ صفر. حاسب في ايه؟ انت طول الليل هتفضل تتخانق مع الكراريس كده اهو؟ تعالى لي يا دموك انت روخر. يا دموك مش عارف تجر المضاف اليه، مش عارف. طب وحياة لما وحياتي لا صفر. تعرف يا ولا يا رمضان، أنا قابلت النهارده تهاني بنت الحاج سليمان، بقت زي لقطة القشطة ما شاء الله، وفتحت أمها في الموضوع. البنت ما تتعيبش وهتساعدك تلم لك الكراريس اللي عمال تبعتر فيها طول النهار. اهدي يا نهار اسود ومنيل. شقايا راح يما، شقايا اللي قضيته في التربية والتعليم راح يما. ده انت ليلتك سودا يا عوضين، انت واللي خلفوك. فسحي. طب اشرب بس شاي وروق دمك. شاي ايه؟ شايف الشاي ده هون؟ دم عوضين واهله هيسيح زي الشاي ده هون. فسحي. استنى يا رمضان، هو عمل ايه؟ بصي عمل ايه؟ اللي فندي كاتب لي في الكراسة بوس الواوا ليك الواوا صح؟ أنا بردانة صح؟ أنا قاعد أنتع في صوتي وهو يكتب لي بوس الواوا. طب استنى بس يا رمضان استنى، الواد أمه ماتت وبياخد العزا النهارده. أمه ماتت دي حاجة بتاعت ربني، شغلي لازم أربيه عليه، يعني هربيه. صدق الله العظيم. استاذ رمضان جاي يعزيك بنفسه يا عوضين. بس بيحبني قوي يابا. لا مؤاخذة يا مولانا يا جماعة، اللي فات اللي انتوا عاملينه راجل وجايين تعزوه في امه، كتب النهارده في الكراسة دهيا في درس الصرف والنحو بوس الواوا صح ليك الواوا والله ولسه فيكي نخوة يا بلد. السيد وزير التربية والتعليم. ايه ده يا استاذ بهاء؟ معقوله ابن رمزي هو اللي خرشمك كده؟ يا فندم انا مش جاي اشتكي الاستاذ رمزي عشان تعاقبه، بس كل اللي انا طالبه انك تحنن قلبه عليا، وارجو انه ما ياخدش خبر بمجيئي هنا. لا انا لا يمكن اسكت على كده ابدا. معناها ايه الكلام ده؟ يكسر لك دراعك ورقبتك. لا دراعي بس يا فندم، رقبتي ابن السيد معالي وزير البيئة. وايه اللي تحت عين انت؟ دي؟ لا ده ابن عضو مجلس الشعب. انا لا يمكن اسكت على كده ابدا، دي اسمها فوضى. نعم الاستاذ رمزي ابن حضرتك. خليه يتنايل يدخل. ياسو. ازيك؟ على فكره انت ولد سافل وقليل الادب. ايه اللي انت عملته ده؟ ازاي تمد ايدك على مدير المدرسه بتاعتك يا كلب؟ داد كول داون، انا كنت بحوش عنه. الفصل كله كان بيتخانق وهو اتعجن في النص. مش صح كده يا مستر بهاء؟ الحقيقة الأستاذ رمزي ما كانش بيضرب، كان بيحوش. الظاهر ان انا دلعتك زياده عن اللزوم. انا لما كنت في سنك وكنت اشوف المدرس بتاعي كنت بعملها على روحي. داد بليز اخلص خالص. انا هنقلك من المدرسه دي، هوديك المدرسه اللي انا درست فيها في الارياف في بيت بدر حلاوه عشان تعرف ان الله حق. استاذ بهاء انا بعتذر لك بشكل شخصي. ربنا يخلي معاليك يا فندم. عقبال باقي الوزراء ما ينقلوا ولادهم من عندي يا رب. اسمع يا مصر، المشوار اللي احنا رايحينه ده هو لا خطوبه ولا قرايه فتح، ده اختبار للبنت وخلاص، اتفقنا؟ ايوه مال ايوه. واوعي تكوني قايله لحد في البلد كده ولا كده. وغلاوتك ما قلت لحد، على الاقل الجوازه ما تتنظرش ان شاء الله. يلا نوت يلا ان شاء الله. ادعي الله يا ربنا يوفقنا. مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الناس دي عرفت منين؟ يعني مش عرفني وانا يعني هقول؟ لا ما انت مش هتقولي، ده ناقص الزرع هتقول لي الف مبروك. هو اني فتانه؟ ماشي يما ماشي. مبروك يا ام رمضان. شايفه يما؟ عقبالك يا ام شلبيه. بالك ده مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. تعرفت منين يا سلامه؟ كل الناس كانوا بيتكلموا عليها امبارح سوق السمك يا استاذ رمضان. سوق السمك كمان؟ هو انت كنت هتعشينا ايه النهارده يما؟ سمك. امشي. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، زفة كمان، زفة يما. كل دي وما قلتيش لحد، تاني ناقص اروح الاقي نفسي مخلف منها عيلات. يا ضنايا مش اني دول امك.
والله ده شرف كبير انك انت هتناسبني يا استاذ رمضان. انا مش عايزك تستعجل يا حاج سليمان، انا لسه ما نسبتش حد. عادة هناك زيجات كثيرة نبدأها بضحك ولكن تفشل في النهاية. اسمعي يا بنتي يا تهاني، هتخرجي من بيت ابوكي على بيتي على القبر على طول. اللي تشوفه طبعا يا استاذ رمضان. ابوك اللي بيضحك على طول ده هون هتشوفيه مرتين بس بعد كده. مرة واحنا بنكتب الكتاب، واللي بعدها مباشرة لما يموت تيجي تلقى عليه نظرة الوداع وانتهينا. ده كرم والله يا استاذ رمضان. لا مؤاخذة يا حاج سليمان، الأعمار بيد الله. أما بالنسبة لموضوع الأغاني فديه بند مرفوض تماما، حتى على سبيل الدندنة وانت في الحمام مرفوض، يعني مرفوض. ما تفتحش عينين البيت يا استاذ رمضان، دي لسه قطه مغمضه. اللي أوله شرط آخره نور يا حاج سليمان. ودلوقتي أنا عندي سؤالين ليها وجها لوجه بالإذن. بيمتحنها الاستاذ رمضان، بيمتحنها. ناجحه باذن الله. السؤال الأول، هل تضعين أحمر خدود على خديك؟ ابدا والله يا سي الاستاذ رمضان. إيه مناسبة الزغروطة دهيا؟ وإيه اللي دخلك في الكلام؟ أنا بسألك عن خدودك ولا عن خدودي؟ رمضان. عذرا يا أمي. أمي جاوب يا بت. لا والله يا استاذ رمضان. لا إيه، أمال الدم اللي بيبك في خدودك دي يا بت؟ ده حمار رباني. هي حصلت تغشيشها وانا واقف؟ انا بسالك ولا بسالها هي؟ انكتم خالص. السؤال الثاني، هل تصففين شعرك او تكوينه او تسشورينه عند الكوافير؟ طبيعي والله يا استاذ رمضان. لا ازاي يا بنت وانا شايفه زي الحرير كده؟ ده حرير رباني. يمين بالله هعلقك واعبطك قدام اهل بيتك اما اكون بسال حد الكل ينكتم. بنت يا تهاني، عيناك العسليتين البنيتين اللي انا شايفهم دول عسلي عسلي وبني بني ولا لنسز؟ لنسز رباني. تصدق بالله ان كلمه تانية هطردك بره وما هدخلك لو جبت لي مين في البلد يا راجل انكتم. بنت يا تهاني، انت ايه علاقتك بالراجل اللي قرفني ده هو المدعو سليمان ابو حجر؟ رباني برضه عاوزه تقول لك ابويا اللي رباني. خلاص بقى يا رمضان، ما تحبكهاش امال. نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه ويا ريت جهرا عشان لو فيه غلط ولا حاجه. الليلة دي سيبنا ونسى كل الدنيا دي وغمض. الله 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 يا حاج سليمان، يا ريتها جت على اغاني الهبطه وبس. بص بص يلا يا ما نمشي بالبيت النجس ده. انت بتتشرف من الصبح ليه؟ هو بيت ابوك عمال داخل خارج، مش خدوده مش رجليه، انت مالك وماله؟ ده انت تبت يا اخي، ده انت فيك العبر، انت مش حاسس بنفسك يا جدع انت؟ انا اللي نفسي اسالك سؤال. اسال وانا جاهز للرد. انت قصير ليه؟ رباني. اشهدوا يا اهل البلد. رمضان اختشي يا رمضان. معذرة يا امي، اشهدوا يا ناس، شوفوا العروسه بنت الحسب والنسب اللي انا جاي اتجوزها، مطلع دول من اوضه نومها، اقسم بالله العظيم من اوضه نومها. الاولاني اهو اسمه حمائي وكاتب لها على الصوره ناويه. ناوي على ايه يا تهاني؟ ناوي على ايه انت وحمائي؟ وبص التاني كاتب لها ايه؟ الاستاذ عمرو دياب كاتب لها الليله دي. طب كنت خليني انا بكره يا حاج سليمان. فضحتيلي قلبي فهماني انها جايبه شرايط ديت عشان تاخد كورس انجليزي.